المقاطعة في مصر مسمعة جدا بره. صحيفة تليجراف البريطانية بتقول إن كوكاكولا ابتدت إنها تخرج بره السوق المصري، وإن المصريين فعلا جادين في المقاطعة، وإن هما بيقاطعوا كوكاكولا وبيبسي وماكدونالدز. الطريف بقى إن هما قالوا إن المصريين استبدلوا كوكاكولا وبيبسي بسبيروس باتس. انا اتبسطت جدا جدا ان سبيروس باتس اللي هو المنتج يعني المصري جه ذكره في صحيفة بريطانية. معنى كده ان يعني الموضوع فعلا واصل ومسمع. والمنتج ده فعلا لو كان عمل دعاية يعني بملايين ما كانش هيوصل للدعاية اللي هو بتحصل له دلوقتي. فدي فعلا فرصة ذهبية للمنتج ده، ان هو يقوم نفسه، ان هو يكبر المصنع بتاعه، ان هو يزود العمال بتوعه. ان هو كده الدعاية بتاعته تبقى كمان دعاية عالمية، يعني مش محلية بس. المفارقة كمان ان المقاطعة في مصر، يعني المصريين يعتبروا اكتر شعب ملتزم بالمقاطعة. ودي حاجة على فكرة يعني بسطاني جدا جدا ان احنا اكتر شعب ملتزم بالمقاطعة. ده لاننا احنا اقرب ناس لغزة، احنا اكتر ناس قريبين من غزة يعني على حدودنا. فالمصريين فعلا جادين في المقاطعة المرة دي، والمقاطعة عاملة تأثير جامد جدا هنستمر عليها ان شاء الله. ومع استمرار المجازر بتزداد المقاطعه. يعني انا مثلا كنت بعدي على ستاربكس، الاقي مثلا في شويه قاعدين، او نسبه قاعده. كل يوم كل ما بعدي الاقي النسبه بتقل، النسبه بتقل. فمعنى كده فعلا ان في ناس بقت تخش في المقاطعه، في قطاعات تانية بقت تخش في المقاطعه، في ناس كانت متردده بقت تخش. فان شاء الله احنا مكملين في المقاطعه بتاعتنا. ويعني قطعت الشركات اللي بتدعم الكيان الصهيوني، الشركات اللي بتدعم الصهاينة أو بتشجع على المجازر اللي بتحصل دي.